السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جميع الأبراج، رسالة هامة قبل نهاية العام. معانا أبراج هتنهي العام على خبر حلو، انفراجة أو أمر ما يحدث لها رؤى. أبراج أخرى تاخد بالها من آخر يوم أو يوم 30، لأن هذا الذي سيحدث الفارق للجميع. تاخد بالها من بعض التطورات أو التسرع أو بعض الأمور التي من الممكن أن تحدث. هتكلم معاكم بالتفصيل عن 5 أبراج إن شاء الله جاي لها خبر خير، و4 أبراج تاخد بالها فقط من اللي هحذر منه نتيجة للقمر الجديد الذي سيكون في برج الجدي يوم 30 ديسمبر. هتكلم معاكم بالتفصيل، لكن تنويه كده للناس اللي بتتابعنا، اشتراك في قناتنا التانية. ناس كتير جدا مش عارفه ان انا عندي قناه تانية بنزل فيها فيديوهات من هذا النوع اللي هو فيها توقعات لجميع الابراج، وبيبقى حلقات خاصه ساعات مختلفه عن الابراج. اللي عايز يتابعنا اشتراك وتفعيل الجرس. اللي عايز قراءه خاصه بعمل القراءه طبعا مكالمه مباشره، كاتب الرقم على عنوان الحلقه، وكالمعتاد اللي عايز قراءه يتواصل على هذا الرقم. ونبدا في حلقة نهاية العام. مين اللي هينهي العام بخبر حلو ومين اللي هينهي العام وياخد حذره بعض الشيء. نبدأ بأول الأبراج اللي تاخد بالها، وبعد كده هنقول الأبراج الأكثر حظا. القمر الجديد في برج الجدي. أول برج معانا هو برج الدلو. طاقة برج الجدي الطاقة الترابية بتختلف نوعا ما مع طاقة برج الدلو الطاقة الهوائية، إلى جانب إن ده البيت ال 12. قمر جديد يحدث معك أمر جديد، أو بتنهي نهاية، يعني في نهايات بتنهيها أو حاجات هتبدأ فيها، يعني عندك بداية ونهاية. وفي نفس الوقت أنت يا برج الدلو خلال الفترة احذر على أموالك، واحذر إنك نوعا ما الأمور التي تحدث داخل المنزل. بكل بساطة العصبية، التوتر، وناخد بالنا فقط لا غير. هتلاقي الأمور عدت، يعني مش بنحذر بحاجة خطيرة، ناخد بالنا لأن هيبقى الضوء مسلط شوية على الجزئيات دي في حياتك. تاني برج معانا تحذر من الأبراج اللي تحذر هو برج السرطان. برج السرطان كالمعتاد أي تحرك للقمر أو أي كوكب في برج الجدي بيبقى بالنسبة لك صعب، والعكس أي تحرك بالنسبة ل اي كواكب في برجك بيعمل مشكله مع الجدي، لذلك انتوا واخدينها تبادل مع بعض. القمر الجديد في برج الجدي بيتك السابع، احذر على مشاعرك مع شريك الحياه، مع الناس الشركاء اللي حواليك وداخل المنزل. خد بالك من اي اجهزه، خد بالك من ان انت تامن على الاماكن زي المطبخ، زي الاماكن اللي فيها مثلا امور يعني الاماكن الخطيره شويه. لكن الاغلب هي علاقتك مع شريك الحياه. نحاول ناخد الامور بالراحه خلال الفتره حتى لا تتفاقم الامور. امور بسيطه جدا وسهله جدا. تمام. ثالث برج معانا برج الجوزاء، من الابراج اللي تحذر او تاخد بالك. يا برج الجوزاء، هذا القمر الجديد في بيت الثامن، بيت الغموض وبيت الامور اللي بتكتشفها والمفاجآت. عشان كده نحاول بقدر الامكان ان احنا ناخد الامور بهداوه. لو حاجه كشفت لك نوايا او بعض الشخصيات حواليك فانت اعلم ان ده في مصلحتك. ايضا خد بالك من نوعيه الشراء، او انت هتشتري ايه، يعني تتاكد من اللي هتشتريه. والتعاقدات نحاول ناخد بالنا من التعاقدات وصحتها. يعني خلال الفتره حاجات بسيطه جدا نعديها من غير اي مشكله. البرج الاخير من الابراج اللي تحذر هو برج الميزان. هذا التمركز في بيتك الرابع، وكان معتاد الميزان مع الجدي حتى في العلاقات الشخصيه فيها بعض الصعوبه، فتحذر من العصبيه مع الدائره المقربه، من المشاكل، التطورات التي تحدث، حاجات ممكن تضيع منك. نركز حبتين مش اكتر. لو في عصبيه تسيب الموضوع، ما تتكلمش بيه وما تفتحش مواضيع، وناخد بالنا من ممتلكاتنا وحاجاتنا، حاجات البسيطه، اسرارنا، المفاتيح مثلا، اجهزه، موبايلات، ناخد بالنا خلال الفتره دي مش اكتر من كده. ناتي الى الابراج الاكثر حظا، اول اللي هتسمع خبر حلو. اول برج معانا هو برج الجدي. احنا قلنا 5 ابراج.
برج الجدي طبعا قمر جديد في بيتك الاول، عندك انفراجه وامر ما رائع هيحدث، وانفراجه لكم بامر الله في امر كان معقد، الى جانب خبر حلو قوي يتعلق بالمال او العمل، وممكن يحدث صلح عند البعض وثقه بالنفس، وهتبدا العام انت الاكثر حظا بلا منازع. برج الجدي نتيجه لوجود القمر في بيتك الاول، بعدها يعقبها في بدايه العام القمر في بيت المال، عندك انفراجه رائعه، سنه هتبقى بدايه حلوه جدا. اما تاني الابراج هو برج القوس. حبايب برج القوس عندك انفراجه ماليه، في خبر يتعلق بالمال، في امر ينتهي سواء كان بتعاقد سواء كان بعمل ما، فتره فيها انفراجه، والبعض منكم يصل مال من تحويل او يحصل على تعويض. فتره رائعه وبشر بالخير في امر مالي لحبايب برج القوس وبشر الخير. ثالث الابراج معانا في الابراج الاكثر حظا او اللي هتسمع خبر حلو هو برج الثور. في نجاح قادم، خبر بقبولك في مكان، بنجاح في امر ما، خبر ممكن جديد او قرار جديد ممكن يسهل عليك عملك، الناس اللي مقدمين على سفر، الناس اللي مقدمين في شغل، اللي في اختبارات، فتره فيها نجاح وانفراجه. وايضا التعاملات مع الدوله رائعه، مع المؤسسات في الدوله وعقود البيع والشراء انت الاكثر حظا. ناتي الى البرج الرابع في القائمه هو برج العذراء. حبايب برج العذراء ستكون من اكثر الابراج التي تتلقى اخبار رائعه عن العلاقه العاطفيه وعن المال. يعني الفتره ممكن تشهد تصالح، ممكن تشهد عند البعض بدايه علاقه جديده رائعه، علاقه عاطفيه، من الممكن ان تشهد انفراجه في مشكله وعوده للعلاقات مره اخرى. الامور الماليه وخبر حلو جدا يتعلق بالمال، فتره كده فيها فرحه من جميع النواحي، يعني الفتره فيها بشرة خير وخبر بامر الله جاي لك في المال والعلاقه العاطفيه، يعني مش في المال بس او العلاقه، لا في الاثنين، كل شخص بامر الله على حسب خط سير حياته، وببشر بالخير. اما اخر الابراج معانا اللي هينولها من حب جانب هو برج الحوت. حبايب برج الحوت عندك خبر حلو قوي، وعندك علاقة رائعة أو بداية شراكة أو بداية عمل أو مشروع جديد، يعني فترة كده في أمر جديد رائع يحدث معكم، ممكن تكون عمل أو شراكة أو أي شيء في علاقات جديدة، وهيكون بمساعدة الآخرين، إلى جانب إنك هتجد دعم كبير من شخصيات لم تكن تتوقعها، عودة الثقة وفرحة قادمة وبداية خير لهذا العام. برج الحوت معانا هو اخر الابراج. هاي تاني تنويه، الناس اللي بتتابعنا الاشتراك وتفعيل الجرس علشان يوصلك مني كل جديد، انت حابب ان انت تشوفنا تاني او عايز تعرف الحقيقه، يعني اللي عايز قراءه خاصه بعمل قراءه مكالمه مباشره الساعه 2 3، بعرفك كل شيء عن حياتك، السنوات القادمه، السنوات الاكثر حظا، كل حظا، كل شيء. اللي عايز قراءه يتواصل على هذا الرقم اللي كاتبه على الشاشه وكاتبه على عنوان الحلقه. يا رب كده يا جماعه الابراج تكون بامن وامان. سلام عليكم.